مزيج غير عادي من القيم والخلق والفصاحة والذكاء والهدوء والعزة والشجاعة. شاهدته في 3 محطات. كنت أنا مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة، كنت أراه يخطب صوت عالي وفصيح وبليغ للمملكة العربية السعودية ولأهدافها وللأمة الإسلامية وللأمة العربية وللإنسانية كلها، لأنه كان يتكلم بموجة إنسانية طاغية، حب الخير للجميع، الحل المشاكل. كان يسير وكأنه بيده صولجان يطفئ النار ويفتح القلوب ويقضي على المآسي ويرفع ويدخل السرور. شيء من هذا القبيل كان الأمير سعود. في الأمم المتحدة كان نجما. في مجلس التعاون سخر حياته وأيامه وذكائه وكل هذا الرصيد، كل هذه الترسانة، كل هذا المخزون من القيم والكفاءة والمواهب والإبداع لترسيخ مسيرة مجلس التعاون ولأهدافه. شاهدته. أنا كنت أمين عام لمجلس التعاون، كنت أتشاور معه دائما. كان بالحقيقة قاتل للغضب، مزيل للحدة، يحمل الدواء لكل علة في اللسان، بالصبر، بالفكر، بالمقترح، بخطواته. أرى بأنه شيئا دائما نسيم يدب في هذه ممر الحياة. في الغزو كنت أبحث عنه، أسمع عنه أنه في لندن صباحا، مساء في كولومبيا، يوما ثانيا في طوكيو. سخر كل ما تملكه المملكة وكل ما ترسانته من مواهب لتحرير الكويت. كان تحول من ذاك الوديع، الإنسان الوديع المبتسم الهادئ، إلى نسر، إلى نمر محارب شجاع لا يتردد، مدعو ومحشو وتطغي عليه الرغبة بتحرير الكويت في أقرب وقت. كان يتضايق ويتألم لرؤية الكويتيين في شوارع الرياض، ويقول لهم، وسمعته: يا أخوان، ستعودون قريبا، ستعودون تسبحوا في بحركم، وتعودون تشربوا من مياهكم، وتسيروا في شوارعكم. كان إنسانا رافعا للمعنويات، مؤكدا للانتصار. وكان يقول لي دائما: اعطي الاخوان الكويتيين نعم. الامل، لاننا نحن متاكدين بعوده الكويت الى اهلها وشرعيتها. دكتور عبد الله بشارة، نشكركم على طيب مشاعركم، ونعزيكم ونعزي أنفسنا ونعزي دولة الكويت وشعبنا، شعب السعودية الشقيق، لهذا المصاب الجلل. نشكر الدكتور عبد الله بشارة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأسبق. شكرا جزيلا لك.